اكيد هنلاقي. يعني ما عندكش؟ ما عندكش؟ ما عنديش، بس انا طبيب شرعي. لا انت مش طبيب شرعي دلوقتي، احنا في قضيه وانت خصم. ما ينفعش تبقى خصم على معده فاضيه. شكرا يا ماما. السلام عليكم جميعا. عربي. انت دلوقتي خصم، ما تتكلمش معايا. هو الفران ده بيشوح لك كده ليه؟ ده في الاول وفي الاخر كان الصبي بتاعك يعني. اسكتي. عربي السيد، ممثل مؤقت للطب الشرعي. احنا عاود الدكتور خش في الموضوع، يلا يلا. اثناء قيام رجال الطب الشرعي اللي هو انا برفع البصمات والفحص والمحص. مفيش حاجه اسمها محص. حضرتك خصم، سيبنا اشوف شغلي. حضرتك احنا وجدنا البرطمان الماكس تيلا ده مخبأ بعنايه في مرتبه السرير اللي في غرفه النوم، وده ان دل يدل. كمل. انا حافظها لحد هنا. انت اللي يدل. طيب عربي، قدر ان انا سمحت لنفسي ولاول مره في حياتي ان انا اسمعك عشان ما افقدش اعصابي عليك. قول لي دلوقتي حالا ان ده اللي يدل على ايه؟ والله ما اعرف. طب انت لقيت البرطمان ده في انهي اوضه؟ قول لي سؤال معين هتلاقي اجابه يعني. هقول لك. حضرتك انا وجدت ده في غرفه الاستاذ والاستاذه. الحمد لله. ما هي كانت فيها غرفه الاستاذ زمان بس هم خدوها مننا. فبقت غرفه ايوه الأستاذ هم معترفين ان هم خدوا الغرفه. ايوه انا بس عشان متوتر سنه، حتى هتلاقيني بتهته متوتر، لان انا اول مره طب شرعي لوحدي. انا فعلا كنت اقصد ان انا لقيته في غرفه الاستاذه والاستاذ. يا باشا ما تصدقهوش، احنا مالناش في الشوكولاته السايحه بتاعت العيال الطريه دي، احنا بناكل شوكولاته قوالب. وبعدين يا باشا يعني لو مؤاخذه الست لسه فيها النفس، يعني مش جريمه قتل. بس شروع في قتل، وبعدين ما تيجي تحقق مكاني. وبعدين يا ست انت بعد اذنك ممكن توطي صوتك شويه بشتغل. عيني يا باشا. يا باشا دول حوش، انا جعت لك. طيب يا ماما انا فطرت. كده كده. ربنا يخليك، انا مش عايز اي حاجه، شكرا. هي عامله عليه. انا مش عايز حد يعمل عليا يا ست انت. وطي صوتك شويه، مش عارف اشتغل. يا بيه محمود هيشرح صابرين، انا بلحقهم. علي باشا، كل اللي واقفين دول اتحركوا على البوكس. لا ثواني، بوكس ايه؟ والله يا باشا هم اللي حطوا لنا البرطمان. لو عندك دليل واحد على اللي انت بتقوله ده انا اصلا نفسي احبسه. لا ما معيش دليل. شوف شغلك علي باشا.